قصتنا النهاردة بتبدأ سنة 2038 وفجأة بتحصل حاجة غريبة جدا، والحكومة بتبني جدار عازل في السماء، وده لأنها مخبية حاجة كبيرة جدا عن الناس ومش عايزة أي حد يعرفها. وبيبان من بعيد 2 من الكواكب شكلهم غريب جدا بيلفوا حوالين الأرض طول الوقت. وفي أول مشهد بنشوف الموظفين خارجين من شغلهم عادي جدا، وفجأة أول ما بيخرجوا من المبنى بيظهر صوت عالي جدا في المكبر وبيطلب من كل المواطنين إنهم ياخدوا حبوب التوازن ويبعدوا عن أي مادة غير مرخصة، وبيأكد عليهم إنهم يلتزموا بالقوانين وإن المسؤولية المطلوبة منهم هي عامل أساسي في حماية الشعب كله، وأي حد هيتعدى القوانين دي هيضطر يتعرض للعقاب، وده لأنهم بيحاولوا يسيطروا على الفوضى بأي طريقة. ومن بين الناس دي بنشوف واحدة ماسكة كتاب وبتقعد في مكان فاضي وبتبص حواليها بطريقة مريبة شويتين، وفي إيديها كتاب اسمه سيلفيا بلات وبتبدأ تشطب على شوية كلمات موجودة في الكتاب، وبناخد بالنا إن كل الناس اللي حواليها لابسين نفس الجزمة بالظبط اللي هي. وبعد شوية بتركب تاكسي وبتقرر ترجع للبيت، وبتفضل تبص حواليها طول الوقت وتتفرج على الطريق بطريقة مريبة جدا، وبتاخد بالها إن برضو الناس اللي في الشارع لابسين نفس الجزمة. وفجأة بتقرر تنزل على جنب، وبعد ما بتمشي شوية الكعب بتاع الجزمة بتاعها بيتكسر، وبتحاول تمشي على قد ما تقدر. بعد كام ساعة السما بتبدأ تضلم وبيحصل إعصار ضخم جدا، وبتضطر الست تدور على مكان تستخبى فيه، وبتوصل للكافيه وبتدخل بسرعة وبتقلع الجزمة بتاعتها قبل ما تدخل. وبيجي الموظف اللي واقف وبيحاول يمنعها تدخل، وبيقول لها إنها لازم تكون لابسة جزمة علشان تقدر تقعد وسطهم، ولما بتحذرهم إن في إعصار بره محدش بيصدقها خالص. وبالرغم من كل الحاجات اللي بتحصل حواليهم بيكونوا مصممين إن الحكومة ما عملتش أي تحذير رسمي، وده معناه إن مفيش أي خطر عليهم. ولما دينيس بتخرج بره تاني بتلاقي قطعة إزاز على الأرض وبتاخدها، وقبل ما تأذي نفسها بيها بتشوف جارها وبيبدأ يتكلم معاها عن شغله وإنه خلاص هيترقى قريب وهيمسك منصب كبير جدا، فبتستغرب من بروده وطريقة معاملته الهادية دي، وبياخدوا بالهم وهما بيتكلموا من راجل متشرد قاعد في الشارع. وبيفكر أنتون إن الراجل ده أكيد اتجنن من بعد الحرب واللي حصل في الدنيا، وبيقول لها تبعد عنه خالص بدل ما يأذيها. وبتلاحظ دينيس إن الراجل عمال يبص لفوق ويشاور للسماء، وبتتصدم لما بتبص فوق وبتلاقي قمرين في نفس الوقت، ومن كتر الخوف بتبدأ تجري بسرعة وبتوصل للبنك علشان تبلغ صديقها باتريك، وبتحس إن في حاجة حلوة هتحصل قريب وإن دي علامة خير. وأول ما بيخرجوا من المبنى هما الاتنين بيسمعوا صوت تحذير في المكبر تاني، وبيقول لأي شخص إنه لازم يبلغ لو شايف حد قدامه بيخالف القواعد والقوانين، لأن ده في حماية ليهم. وبتوعدهم الحكومة إنها تساعدهم يتكيفوا في أسرع وقت ممكن. وفي نفس الوقت السما بتبدأ تضلم تاني، وبيحس باتريك إن دي مش علامة كويسة زي ما دينيس فاكرة، وساعتها بيقلق أكتر وأكتر. وبعد كام ساعة دينيس بتقوم مخضوضة من النوم على صوت زلزال، ومعاها زينة وصاحبتها بادي، وبتضغط على دينيس علشان تديلها الإيجار لأنها متأخرة فيه كالعادة. وبتحاول دينيس تقنعها إنها مش معاها أي فلوس تدفعها دلوقتي وإنها لازم تصبر عليها شوية، وبتحاول تغير الموضوع بسرعة وبتسألهم إيه رأيهم عن اللي بيحصل دلوقتي والزلزال والقمرين اللي ظهروا في السماء، وللأسف بيتريقوا عليها شوية وبيمشوا وبيسيبوها في الآخر. وفي نفس الوقت ده بيوصل الملازم دانيال لمكان وبيتكلم مع صحابه عن آخر مقال نزل لواحد من أكبر العلماء، وبيضغط عليه واحد من المسؤولين إنه ينسحب بعيد عن شغله دلوقتي، وبيوعده يديله منصب كويس جدا في الحكومة بعدها على طول. وبيتكلم دانيال مع العالم بنفسه وبيحاول يقنعه، بس العالم بيرفض وبيشوف إن الناس لازم تعرف كل حاجة بالتفصيل. وفي نفس الوقت دانيال بيصمم إنهم لازم يسيطروا على النظام وعلى الناس كمان علشان الدنيا تمشي، وبيشوف إن الحكومة هي الطريق الوحيد اللي لازم يفضلوا ماشيين وراه علشان يكملوا حياتهم. وبتحصل خناقة كبيرة جدا بينهم في الآخر. وتاني يوم الصبح دينيس وباتريك بيروحوا يراقبوا شوية من الرجالة، وبيشوفوهم بيقربوا من الراجل المجنون اللي قاعد في الشارع، وبيعرضوا عليه إنه يشتغل معاهم في الكافيه. وبتستغل دينيس الفرصة وبتحاول تقنعهم يشغلوا باتريك، وبتقول لهم إن مظهره مش مظبوط قوي بس هو بيشتغل كويس جدا وشاطر في شغله ولازم يديله فرصة. وبعدها بيشرح لها توم إن هو وأندريه هربانين من الحرب وما صدقوا إنهم وصلوا لبلد محايدة وبيخططوا يبدأوا حياتهم من أول وجديد. وبيحكي لها إن باباه أصلا كان ضابط في الجيش وإنه بيفكر ينضم للجيش بنفسه. بعدها بتمشي دينيس ومعها باتريك وبيفضل ينصحها طول الطريق إنها لازم تغير طريقة حياتها وأسلوبها، لأنها لو استمرت على كده هتخسر كل حاجة ومش هتقدر تعيش. وفي نفس الوقت بنشوف مجموعة من الصحاب قاعدين بيتناقشوا مع بعض عن مستقبلهم، وبتدخل عليهم شابة جميلة وبتقعد معاهم وبتقول لهم إنها كانت قاعدة في مكان تاني من شوية والخدمة فيه وحشة جدا. وفجأة دينيس بتوصل هي وباتريك وبتطلب منهم يشغلوا الأخبار بسرعة، وبتستغرب إن الحكومة بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تقنع الناس إن القمرين دول عبارة عن وهم وسراب مش أكتر. وبعد فترة بتبدأ تدور على شغل وبتدخل تعمل مقابلة وكالعادة بتفشل فيها، وده لأنها بتفضل تتكلم عن الشعر والأدب وبتتضايق المديرة جدا وبترفض تشغلها. وأول ما دينيس بتشوف الجزمة بتاعتها بتتعصب جدا وبتخاف وبتاخد حاجتها وبتطلع تجري، وبتتصدم أول ما بتخرج لأنها بتشوف ضابط بيضرب واحدة ست وبيقتلها وبيتهمها إنها حرامية.
وبتستغرب انهم بيعملوا اعدام فوري لاي حد بيغلط من غير اي محاكمه، وبتاخد بالها ان الراجل لابس نفس الجزمه وبتتوتر اكتر وبتفضل تبص حواليها وهي مرعوبه. بعدها بتقابل توم مره تانية وبتحكي له كل اللي حصل معاها، وبيبدا توم يتكلم معاها ويهديها وبيشرح لها ان كل اللي بيحصل ده بيفكروا بعصر النهضه، وان ساعتها الناس فهمت ان الارض مش مركز الكون زي ما الكل كان فاكر، وان في حاجات كتيره جدا مستخبيه عنهم، ومن ساعتها بداوا يفكروا في كل حاجه حواليهم من اول وجديد. وبتحاول دينيس تعرف منه لو في فعلا حرب جديده جايه، فبيأكد لها توم ان ده هيحصل، لكن لسه مفيش وقت محدد للحرب دي، وبيحس ان الحكومه عامله كده اصلا علشان تشتت الناس ومحدش يفضل يبص لفوق طول الوقت ويكتشف اللي هم مخبيينه. وهو بيحس ان القمرين دول علامه كويسه جدا، وان في حاجه اكيد هتحصل قريب هتغير العالم، وبيشوف ان الناس لازم تبدا تتغير وتشوف الامور على حقيقتها. وبتفرح دينيس جدا بكلامه وبتحس ان اخيرا في حد فاهمها. في نفس الوقت ده العالم بيتمشى لوحده في الحديقه وبيقعد جنب شجره، وبالصدفه بتشوف الطالبه بتاعته ديانا وبتحكي له انها مش مستريحه خالص الفتره الاخيره، وبدات تاخد حبوب التوازن وانها مقصره جدا على جسمها، فبيديلها الدكتور شويه نصايح كده. بس اول ما بيشوف الجزمه بتاعتها بيسيبها وبيجري بسرعه. وبترجع دينيس للبيت تاني وبتلاقي زينه قاعده مستنياها هناك، وبتقول لها انها لازم تسيب البيت وتمشي، وده لانها هتقعد فيه صديقها كيم وجاي ضيف مهم جدا ليهم. وبتتحايل دينيس عليها انها تديلها شويه وقت على الاقل يعني لحد ما تجهز نفسها وتشوف مكان تاني تقعد فيه، لكن زينه بترفض وبتصمم على رايها، وبتشوف ان دينيس هي اللي غلطانه لانها دايما بتخالف القوانين وكمان ما بتاخدش حبوب التوازن زيهم. وبعد ما بتخلص كلامها بتخرج بسرعه علشان تروح المطار وتستقبل الضيف بتاعها. وبالصدفه دينيس بتشوف مقاله على الكمبيوتر مكتوب فيها ان الحرب خلاص بدات وان كل حاجه هتتغير من دلوقتي. وبتوصل زينه للمعرض الفني ومعاها صاحبتها الجديده في بي، وبتوري لهم كل الاعمال الفنيه اللي هي عملتها الفتره اللي فاتت، وبتكون فخوره جدا بنفسها. وبتطلب من ادريان يطلع يقول القصيده الجديده اللي عاملها، وقبل ما يتكلم بيطلع المهرجين وبيقطعوا عليه الفرصه خالص وبيبداوا يتصرفوا بطريقه مضحكه جدا. وبتغضب زينه خالص وبتتخانق معاهم وبتطردهم في الاخر. وبتوصل دينيس في الوقت ده وبتتكلم معاهم بحزم وبتقول لها انا مش هخرج من البيت لان قانونا انت لازم تبلغيني قبلها بشهر على الاقل علشان اكون عامله حسابي. وقبل ما يكملوا كلامهم بتقرب اخت كيم عليهم وبتقول لهم ان كيم اتجند ولازم يروح الجيش اجباري. وبتكمل زينه كلامها ولا كانها سمعت اي حاجه، وبتبلغ دينيس انها خلاص رمت كل حاجتها بره البيت ومفيش قدامها اي حل غير انها لازم تمشي. وبتغضب دينيس جدا وبترمي لها الهديه اللي كانت جايبها لها قبل كده وبتسيبها وبتمشي. وبتضطر انها تتكلم مع باتريك علشان يلاقي اي حل معاها، وبما انه مش لاقي اي مكان يقعدها فيه بيوافق انها تعيش عنده في البيت بشرط واحد، انها لازم تبعد عن بروس خالص وما تفضلش تنتقد فيه وتعيش في حالها من غير اي مشاكل. وفجاه وهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بالليل بيحسوا بهزه جامده جدا وبيحصل زلزال، فبيحاولوا يتصرفوا وكأن مفيش اي حاجه بتحصل. وبعد شويه بروس بيبدا يتخانق معاهم وبيلوم دينيس انها سرقت البيبسي بتاعه، وطبعا هي ما بترضاش تسكت له وبتضربه بالازازه في وشه وبتخرج وبتسيب البيت. بعد ما بتمشي شويه بتقابل توم تاني وبتحكي له اللي حصل معاها وانها مش هتقدر تعيش في بيت باتريك، وده لانهم ماشيين على نظام وقواعد هي مش حباها خالص. وبتروح معاه البيت في الاخر وبيحكي لها اندري ان توم دايما بيساعد الناس، وحتى هما في الحرب كان دايما بيساعد الناس تهرب لانهم بيصعبوا عليه، وحتى ساعده هو شخصيا لانه كان متدمر جدا بسبب ان حبيبته سابته واتخلت عنه. وهو بيحس انه قال كلام كتير جدا عن توم وبيسكت فجأة وبيقول لها ان توم لو حابب هيحكي بنفسه. وبيحصل زلزال اكبر من اللي قبله والبيت بيبدأ يتهز جامد جدا وبيقع منه بلاطات كتيرة خالص. وبتخاف دينيس جدا ساعتها وبتحس ان في حاجة غلط فعلا وان الزلزال ما ينفعش اصلا يكون هنا. وبيحاول توم واندري يهدوها على قد ما يقدروا، وبيقعد يحكي لها رواية كان بيقرأ فيها وبيخليها تتخيل معاه علشان يشتت تفكيرها وتنسى اللي بيحصل حواليها. وفي نص الليل بتقوم من النوم وبتشوف توم قاعد وماسك راسه وبتخاف منه شوية وبتقرر تبعد عنه وبترجع تنام تاني. وبتقوم من النوم فجأة على صوتهم اول ما بيشغلوا الاخبار وبتجري علشان تشوف ايه اللي بيحصل. وبيظهر شاب اسمه ديفي في بث مباشر وبيحكي انه خايف من الحرب جدا، وبيستغرب اندري من رد فعله وبيشوف ان اي راجل ما ينفعش يخاف من الحرب وانهم لازم يكونوا اقوى من كده. وبعدها بيتكلم توم معاها وبيقول لها انه حاسس بيها جدا، وده لانه اتطرد من بيته زيها بالظبط، وتقريبا حاسس انه وحيد ومالوش بيت ولا ليه اي حد يسأل عليه. وبيحاول يخفف عنها وبيأكد لها انه هيفضل جنبها وهيدعمها نفسيا لو احتاجته في اي وقت. وبتخرج تدور على اندري وبتقعد تتكلم معاه وبتعرف منه حاجات كتيرة جدا حصلت معاه ايام الحرب، وعن شغله كمان القديم في تصليح اجهزة الكمبيوتر، وعن حبيبته اللي سابته واتخلت عنه زمان واتعرف عليها لما كان مصاب ودخل المستشفى لانها كانت بتشتغل ممرضة. وبيتمنى ان الكتابات بتاعته تقدر تغير العالم وتوصل لقلوبهم بسهولة، وبتتمنى له دينيس انه يحقق كل اللي بيفكر فيه لانه شخص طيب ويستاهل. وبعدها بتاخد الشنط بتاعتها وبتخرج بره ومش بتكون عارفة
عارفة هتروح على فين. وبتشوف بروس بالصدفة في الطريق وبيهددها انه هيبلغ عنها لانها ضربته واتصاب بسببها، وبتستغرب جدا هو ليه بيتعامل معاها بالطريقة دي وليه اصلا حاططها في دماغه مع انها ما عملتلوش اي حاجة، وبيبدأ يقلل منها ويذلها وبيحكي لصاحبه عن كل الهبل اللي هي عايشة فيه ده، وانها ما بتتبعش القواعد بتاعة الحكومة ولا بتاخد الادوية وعايشة حرفيا في اللالا لاند. وبيشوفهم اندريه بالصدفة وهو ماشي وبتصعب عليه جدا، وبيروح علشان يساعدها وبيتخانق معاهم خناقة كبيرة خالص وبيديلها فرصة علشان تهرب بعيد عنهم. وبعدها بفترة بتقابل جياني في طريقها وبتكون فرحانة جدا وبتطلب منه يساعدها، وبتتصدم لما بتعرف منه انه اخد كل حاجته ومسافر مع حبيبته لاوروبا ومش راجع هنا تاني. وبتعرف منه ان ادريان اخد المجموعة بتاعته كلها وراح لفوق الجبل، وبينصحها انها تهرب هي كمان في اسرع وقت ممكن، وده لانها في خطر وان الحكومة بتمسك اي حد وبتخلص عليه لو فكر انه يخالف القواعد وما يمشيش على النظام بتاعها. ومن كتر خوفها بتجري بسرعة على البنك، وفي طريقها بيحصل زلزال اكبر من اللي قبله، وبتتصدم لما بتعرف هناك ان الحكومة مسكت باتريك وانه من الناس اللي كانت مطلوبة وممكن يكون كمان بيتعدم دلوقتي. وبما انها مش عارفة اي حد تاني يساعدها بترجع لتوم واندريه مرة تانية، وبتتحايل على اندريه ساعتها يوصلها للسجن بسرعة لانها لازم تساعد باتريك انه يهرب. وبتلاقيه عمال يحكي عن انجازاته وعن الكتب الكتيرة اللي عملها وعن اخر قصيدة كتبها، ولما بتسمعها بتحس ان الموضوع مش هيوصل للناس بالسهولة اللي هو شايفها. وبيحكي لها انه لما عرف بموت اخوه دخل في حالة نفسية وحشة جدا وحاول ينتحر اكتر من مرة، والحاجة الوحيدة اللي خلته يرجع عن رأيه القمرين اللي ظهروا في السماء فجأة، وشاف ان دي علامة حلوة جدا وان في امل ان المستقبل يتغير للاحسن. وكلامه بيأثر فيها جدا وبيهديها فعلا، وبتبدأ تفكر كويس هتتصرف ازاي من غير اي توتر. وتاني يوم بتعرف من توم انه خلاص قرر ينضم للجيش، وبتزعل عليه جدا وبتحاول تساعده بأي طريقة، وبتروح بسرعة مكتب التجنيد وبتنتحل شخصية تانية وبتقول لهم ان صديقها اتاخد بالغلط للجيش مع انه معاق. وطبعا خطتها بتفشل بسرعة اول ما الضابط بيسألها عن البطاقة، فبتخاف وبتتوتر وبتهرب من غير ما تقول اي حاجة. لما بترجع البيت بتلاقي اندريه سايب لها رسالة وبيودعها فيها وبيقول لها انه مش هيقدر يساعدها في موضوع باتريك، وبما انه ملوش اي لازمة هنا اضطر انه يمشي. وبتلم حاجاتها تاني وبتخرج وبتقعد في الشارع لوحدها، وبتشوف زينة وبتروح تتكلم معاها وبتعرف منها اللي اندريه عمله معاها وانه كمان سابها وان حتى باتريك اتسجن. وبتزعل زينة عليها جدا وبتتأثر وبتقرر تاخدها معاها للبيت تاني على شرط انها تلتزم بالقواعد والقوانين الحكومية. وبتوافق دينيز على كل شروطها وبترمي كل الكتب اللي في ايديها. وفي الوقت ده بيعمل مجموعة من معارضين الحكومة معسكر وبيقعدوا فيه مع بعض، ولما بيركزوا في السماء بيشوفوا خط كبير جدا كل شوية يقرب عليهم. ومع الايام بتحاول دينيز تتأقلم مع النظام وبتقضي طول الوقت مع زينة واصحابها وبتحضر حفلات كتيرة جدا. وفجأة بيشوفوا ناس من المقاومة في الحفلة اللي هم فيها بما فيهم ادوارد، وبتفتكر زينة كيم صديقها وبتزعل عليه جدا. وحتى لما اخته بتقول انه مات في الحرب بتعمل نفسها ما سمعتش اي حاجة وبتكمل حياتها عادي جدا. وبيبدأ ادوارد يتكلم عن الاحداث الغريبة اللي بتحصل حواليهم وعن السماء والحاجات اللي الحكومة مخبياها، وكلهم بيخافوا يتحاوروا معاه في مواضيع زي دي وبيغيروا الموضوع بسرعة وبيقوموا يشغلوا موسيقى وبيبدأوا يرقصوا. وبيخرج العالم بره وبياخد معاه فيبي وبيبدأ يتكلم معاها عن الجدار اللي حاجز بينهم وبين السماء. وبتفكر فيبي ان الحكومة عاملة الحيطة دي علشان تحمي الناس من اللي ممكن يحصل فيهم. وفي نفس الوقت ده بيوصل اندريه وتوم للجبل وبيقول له توم انه عرف مكان دينيز، وبيرفض اندريه يروح يتكلم معاها وبيحس انها لازم تبقى في امان وتكون بعيد عنهم احسن. وبيعرفوا في الاخبار ان الحيطة اللي بتتبني خلال شهر هتكون مغطية السماء كلها وخلاص المشروع هينتهي. وبتقابل دينيز بنار وبتستغرب انه واخد حاجته وماشي، وبيقول لها انه زهق من العالم المزيف ده ومش شايف نفسه هنا ولازم يمشي. ولما بتنام بتشوف كل اصحابها من المقاومة وبيقولوا لها انهم قاعدين دلوقتي في الجبل وبينصحوها تنضم ليهم. واول ما بتفوق بتتصدم ان كلهم قاعدين حواليها فعلا، وبيقول لها ادريان انهم جايين ياخدوها وانهم خلاص بقوا مستعدين يحاربوا النظام. لكن دينيز بترفض وبتقول لهم انها بدأت حياة جديدة وبقت بتشتغل في شركة كبيرة جدا وعايشة مستقرة اخيرا ومش عايزة تبوظ كل حاجة. وبيديلها اندريه مهلة تفكر وترد عليهم قبل ما تقول قرارها الاخير وبيمشوا بيسيبوها. وبره بيتناقشوا مع بعض ايه خطتهم الجاية، وفجأة بيشوفوا طيارات عسكرية حواليهم في الجو وبيحسوا ان حياتهم في خطر. وبيقترح عليهم واحد انهم لازم يبقى معاهم اسلحة وقنابل يدوية كمان، ولكن العالم بيرفض. وبعد شوية دينيز بتخرج تنضم ليهم وبتجيب معاها واحدة من صحاب زينة كمان. وقبل ما يمشوا زينب بتوصل لمكانهم وبيخافوا جدا وبيحسوا ان دي نهايتهم لانها خلاص هتبلغ عنهم، بس هي بتحاول تهديهم وبتقول لهم انها جاية بس علشان ترجع صحابها مش اكتر. وبعد نقاش كبير بينهم بتقرر تتعاون معاهم، وبتقف صاحبتها تتكلم مع بينار وبتعرف منه انه تلميذ الدكتور في الجامعة وتعرف عليه هناك وهو اللي طلب منه ينضم ليهم واقنعه بالطريق ده. وبعد شوية العالم بيعرف ان الجيش عرف مكانهم وبيطلب منهم يهربوا بسرعة، وبيضطر يسيب بينار يكون الواجهة ليهم علشان يشتت انتباه العساكر لحد ما يهربوا. والخبر بينتشر في البلد كلها والحكومة خلاص هتمسك المقاومة وهتعمل لهم
اعدام جماعي، وبيخاف العالم جدا وبيضطر يلجأ لدانيال صاحبه وبيطلب منه المساعده، وللاسف بيتجادلوا مع بعض وبتحصل خناقه كبيره بينهم وبيقبض عليه في الاخر. وبتعرف دينيز واصحابها من الاخبار اللي حصل معاه وانه دلوقتي بقى في ايد الحكومه، وان ديانا كانت السبب في القبض عليه، وساعدت الحكومه فتره طويله علشان يمسكوه. ومع الوقت بدأ يتقبض عليهم واحد واحد وطلع فيه خونه كتير بينهم. بعدها بكام يوم بتيجي ورقه لتوم وبيعرف انه لازم يروح للجيش غصب عنه، وبتبدأ دينيز تفوق وبتحس ان المكان اللي هي فيه ده غلط وانها بترمي نفسها في الهلاك على الفاضي، وبتقرر تاخد شنطتها وترجع تاني للبنك وتحاول ترجع حياتها القديمه تاني. وبتتصدم لما بتعرف ان باتريك اتعدم في الشارع وبتزعل عليه جدا. وبالصدفه بتجيلها رساله من عمتها وبتبعت لها شيك بمبلغ كبير جدا علشان تقدر تبدا بيه حياه جديده في الريف بعيد عن اللي بيحصل. وبتتصدم زينه لما بتفهم ان كيم فعلا مات في الحرب لانها كانت فاكره ان اخته بتهزر. وبتتكلم توم مع اندري وبتقنعه انه لما يروح الحرب هيقدر يشوف القطب الشمالي وهيشوف السما هناك عامله ازاي ويفهم ايه الفرق وايه اللي الحكومه مخبيه بالظبط. وبيخاف اندري عليه جدا، ولما بيحاول ياخده بالعافيه الجنود بيمنعوه وبيعتقلوه هو كمان. واخيرا دينيز بتقابل باتريك وبتكون مش مصدقه نفسها انه لسه عايش، وللاسف فرحتها ما بتكملش لانها لما بتبص في رجله بتشوفه لابس نفس الجزمه وبتعرف انه خلاص استسلم للحكومه وبقى جزء منهم، وبيطلب منها تسيبه وتبعد عنه خالص. وبتقرر دينيز تاخد حاجتها وتمشي وبتوقف تاكسي وبتطلب منه يوديها موقع الاعدام. وفي اللحظه دي الحرب بتكبر اكتر واكتر والمدن بتتدمر واطفال كتير جدا بيموتوا وملهمش اي ذنب، والناس بتتشتت وفي امراض كتيره بتظهر فجاه. وبتوصل دينيز لمكان اندري اخيرا وبتحاول تقنعه يهرب معاها، لكن هو بيرفض وبيصمم يكمل المشوار اللي بدأ فيه، وبيقول لها انه بيستعد علشان يكتب كتاب تاني على امل ان الناس تفوق في يوم من الايام. واول ما الجنود بياخدوه لبعيد بتفضل تصرخ وتعيط وبتحس ان اخر امل ليها ضاع وانها بقت لوحدها تماما. وفي اللحظه دي بيخرج باقي زمايلها من المقاومه وبيستعد الجنود علشان ينفذوا فيهم حكم الاعدام. وفجاه كل حاجه بتتغير وبيظهر شويه من المقاومه وبيحاولوا ينقذوا اصحابهم وبيستخدموا القنبله اليدويه اللي كانت معاهم. وبيقرر اندري يضحي بنفسه علشانهم، والحوار ده كله بيتذاع في بث مباشر للعالم كله وبيتفجر اندري قدام عينيهم. وفي اللحظه دي بتقرر دينيز تنتحر، وقبل ما تعمل اي حاجه بينار بيظهر قدامها وبيطلب منها تبص على الحيطه، وبيلاقوا جهاز تحكم خاص بالحكومه وبتجري هي وبينار عليه وبيدوسوا عليه فعلا والجدار كله بيختفي والسما بتظهر صافيه زي الاول وبتظهر كل الالوان الطبيعيه اللي كانت موجوده في الحياه حواليهم. وتاني يوم بيقرروا يروحوا كلهم لمعسكر خاص بالمتمردين وبيحاولوا انهم ينقذوا توم وياخدوه معاهم، وبالرغم انهم بيفشلوا في ده ولكن بيقرروا يمشوا ويرجعوا له في وقت تاني. وبيشوفوا طول الطريق الوان في الغابه حلوه جدا كانوا محرومين منها بسبب السما اللي مقفول عليهم. ودينيز بتحس انها اختارت صح لاول مره وانها لازم تفضل معاهم وتحارب النظام لاخر نفس ليها علشان يعيشوا احرار ويعيشوا حياه طبيعيه بدون اي قيود حواليهم. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.